جاوني العطريه من المغرب، العطريه جاتني من المغرب. باش ما نخليهاش هكا خديت ليهم واحد البواطات فين غندير العطريه. غنشاركهم معكم هاد البواطات ديال الزاج واعرين. انا ما فهمتش علاش الرجال ما تياخذونيش بجديه. فريمون انا الراجل ما تياخذنيش بجديه، لان اي راجل مثلا كيتصاحب معايا كيكون كيعرفني، كيتفرج فيا، متبعني في السوشيال ميديا، عارف الكاركتر ديالي كي داير. شحال من مره انا في فيديوهاتي وفي لايفاتي قلت ان الراجل الا ما كانش عنده الاخلاق ما عندي ما ندير به. وبنادم تيغلط فاش كيتصاحب معاك في الاول كيبين لك الاخلاق، شويه تيبين لك الاحزاق. ايوا ملي انت كتقلبي وجهك صدمتيني. علاش غنصدمك؟ واش حنا تنلعبوا هنايا؟ واش حنا هنايا تنتفلاو؟ واش حنا هنايا تنلعبوا اميد البيض؟ راه هذه الحقيقه المره. بنادم ما يبقاش يلبسني بالمقلوب. انا الا قلت لك تنبغي الاخلاق فريمون تنبغي الاخلاق، وانت خويا ما عندكش الاخلاق باغي تطلق عليا الاحزاق. الو دابا غندوزو للمعقول. هاد اللعيبات اللي شريت ما غاداش نغسلهم بايديا. علاش؟ الا غسلتهم بايديا غيتعطلوا ما ينشفوا. غنغسلهم هنا ما غاديش يتعطلوا بزاف، ما غاديش يتعطلوا بزاف وتيخرجوا ناشفين. يلا خصي باش نستف العطريه اللي جاتني من المغرب. ها هما غسلتهم، دابا غنتسناهم ينشفوا. واقيلا البنات غنخلي حتى الغدا عاد غادي نخليها بحال هكا. دائما لا بابا خيا كنخليها بحال هكا، غنخليها بحال هكاك حتى الغدا ان شاء الله ونستف كلشي. بالنسبه للرموش بزاف ديال البنات قلتوا لي جاو معاك بحال هكا، يعني علاش قلتي باغا ديريهم المره الجايه اكثر من هكا؟ اختي سمحي لي، خصني ندير داكشي اللي تيريحني. كيف ما انت كديري داكشي اللي كيريحك. وي عجبتك بهذا الرموش خفاف ولكن انا ما عجبونيش. الاهم هنا هو انهم يعجبوني انا واللي يعجبوك حتى انت، فهمتي؟ وي الاراء ديالك زوين وكيعجبني انك انت تعطيني يعني افكار، ولكن انا كنبغيهم شارجين.